السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يعني عايزة أتكلم في موضوع مهم قوي ومستفز في نفس الوقت. يعني إيه أشتري كيس بسلة جاهزة ألاقيه بالرداءة دي وألاقيه بالمنظر استغفر الله العظيم يا رب، إحنا مش عايزين نغلط في الأكل. يعني ده اسم الشركة. تمام. وأنا لسه جايباها النهاردة. طبعا هو الفيديو مش مبين قد إيه. بصوا، هي عامة فيها زبالة. عامة يعني الحاجة اللي احنا جايبينها جاهزة جايبينها على الأكل على طول. عايزة أقول لكم فيها زبالة. دي حاجة. ده غير إن أغلب أصلا آه، أغلب وحدات البسلة اللي فيها أصلا، بصوا المنظر، بايظة تماما وإيه ومتكسرة. بصوا، بصوا المنظر عامل إزاي. أنا مش عارفة الكاميرا مش موضحاها ليه والله. أهو، بصوا المنظر. يعني أنا دلوقتي أكل ولادي إيه؟ اكل ولادي ايه؟ وليه التصدير والاكل اللي بيطلع لبره بيطلع في يعني جودة عالية بنسبة 100%. يعني هم ولاد الفرخة البيضة واحنا ولاد الفرخة الكحلي. يعني انا مش فاهمة والله، مش فاهمة ايه المنظر ده. بصوا، بصوا منظر استغفر الله العظيم يا رب. يعني منظر انا مش عايزة اقول يقرف، عشان دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى. اغلب البسلة دي عايزة اقول لكم دي لما تطبخ اولا طعمها بيبقى مسخ جدا. تمام. بتدي طعم في الاكل زي طعم الشربات. والله اصلا انا جربت قبل كده الايه بسله، بس ما كنتش جايباها جاهزه. يعني خزنتها وقعدت عندي فتره وطبختها ورميتها. يعني غيبت عندي فطبختها وايه ورميتها. فانا دلوقتي شاريه حاجه زي دي جاهزه، المفروض ان هي تيجي يا دوب تاخد شطفه بسيطه عشان تفك من اللي هي. بصوا كم الزبالة وكم اللون اللي مش طبيعي. عايزة اقول لكم وكمان ريحتها مش حلوة. يعني ريحتها وحشة. ووحشة بمعنى كلمة وحشة. هي الإضاءة والتصوير على فكرة كان نفسي أقول لكم إنه ظالمها. لا، هو مش ظالمها، ده هو مطلعها حلوة. تمام. بصوا، بصوا منظر البسلة. يعني إيه تطبخي ده لولادك؟ وعلى فكرة أنا بشوف ناس، أنا بحب جدا أي حاجة أجيبها من بره أغسلها كويس أوي، اهريها من الغسيل والشطف والنظافه. في ناس بقى بتقول لك لا دي مغسوله ومتعبيه ومتفرزه حاجات زي حاجه التصدير. لا يا حبيبتي، انت بتاخدي اوسخ حاجه. يعني سوري في اللفظ، او انت بتاخدي الحاجه اللي هي ايه بواقي التصدير اللي هم هيطلعوها. هم مش يعني مش هيدوكي الحاجه اللي متنقيه على الفرازه. بل بالعكس، لا ده هم هيدوكي اسوأ حاجه ممكن انت ايه تشوفيها يعني. بصوا المنظر استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم البسله مليانه زباله. ده غير اللي انا طلعته قبل ما اصور الفيديو. انا ما كنتش ناوي اصور الفيديو اصلا، انا بطبخ عادي جدا. ما فيش اي مشكله. وشلت منها واحده واتنين وتلاته وقلت يا رب ممكن تكون غلطه، لكن تبقى البسله كلها بالمنظر ده. ده غير انها اصلا لو انت هتحطي معاها لحمه او هتحطي معاها خضار تاني، فانت كده شوهتي الخضار التاني، انت كده بوظتيه. هتديلها لا طعم ولا هتديلها ريحه حلوه خالص. واوعي تجربي. يعني ايه شركه تكلف تكلفه كيس بالمنظر ده تعمل شغل رديء؟ يا جماعه ما تكلفوش الاكياس. يعني احنا مش عايزين مناظر، احنا عايزين الجوده بتاعت الحاجه من جوه تكون كويسه. انا واثقه ان صاحب الشركه دي اقسم بالله ما بيدخل الحاجه دي بيته. يعني استحالة واحد يكون بإيده ان هو يختار اكله او كده ويختار نوع زي ده. نوع رديء جدا. ما انصحكش ان انت تجيبيه ولا انصحك ان انت تستخدميه. ومحدش. فنصيحة لوجه الله اللي بيشتغل يتقي ربنا في شغله. بصوا المنظر. والله العظيم ده غير ان ريحتها، انا مش بأوفر والله، ده غير ان ريحتها مش حلوة بالمرة. ريحتها وحشة جدا. والله ريحتها وحشة جدا. بصوا اللون. انا بحاول اقرب علشان خاطر ابين لكم اللون كويس. وعايزه اعرف بقى هي دي بسلايه ولا دي ايه؟ يعني انا عايزه اعرف ايه الاشكال الخزعبليه اللي انا بشوفها دي. ايه الاشكال دي؟ يعني انا والناس اللي هتتريق على كلمه طعمها زي ريحه الشربات كده، او ريحتها زي ريحه الشربات. ده فعلا حقيقي. واقسم بالله ده حقيقي. انا كان عندي بالفعل كيس بسله وكان قديم، وكنت بعمل تورلي وتقريبا انا اتلخبطت في الاكياس. يعني انا كنت حاطه جديد واتلخبطت وخدت من القديمه.
وهو عامه كان اخر كيس يعني. ايا كان، حتى لو في مشكله فانا مفرزاه وغسلاه ومنضفاه ومخليها زي الفل. لكن ايه القرف ده يوحي ان دي لا اتغسلت ولا اتشطفت ولا اتنقت عدل ولا بقى. ده اللي انتوا بتصدروه للخارج بره، خايفين على صحه الاجانب و... 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 ومش خايفين على صحتنا احنا. انا مش فاهمه والله العظيم في ايه، والله ما فاهمه في ايه. انا لما انقي من كيس بسله ب25 جنيه انقي منه كل ده بايظ، هناكل ايه احنا؟ هناكل ايه؟ وبعدين اصلا ريحتها اصلا ما تتاكلش. واللي هيقول لي سوء تخزين، لو هو سوء تخزين يا جماعه دي كلها زباله. ورب العزه حتى العنق اللي هو القشر اللي بره لقيته فيها اهو. انا ما بكدبش، هوريها لكم بالفعل اهو، بصوا والله لقيته في قلب الكيس. والله كنت بشوف ناس بتفتح الكيس على الحل على طول. طب ايه؟ مش خايفين على صحتنا ليه يا جماعه؟ مش خايفين على صحتنا ليه؟ يا ربي يعني انا والله انا ما انا عارفه اقول ايه. نصيحة لوجه الله، ما تشتريش البسلة دي نهائي. نصيحة ما تشتريش، حتى لو هي سوء تخزين من صاحب السوبر ماركت او ايا كان من اللي بيبيعها، ان شاء الله عم عبده البواب حتى. انتي ما تشتريش النوع ده، لانه اصلا هو فيه زبالة من جوه. يعني احنا لو بنقول ان سوء تخزين ان البسلاية تصفر، ده استحالة ان هي تصفر وهي متفرزة في الفريزر يعني. فده فعلا دي حاجة رديئة بمعنى كلمة رديئة. ما تدفعيش جنيه في حاجة مش مستاهلة، ما تدفعيش جنيه في حاجة خسارة فيها. اقسم بالله خساره فيها. انا واثقه ان صاحب المصنع ده ما بيدخلش بيته من المنتج بتاعه نهائي. فانت نصيحه لوجه الله ما تستخدميش النوع ده نهائي من البسله. ولو هو سوء استخدام من الهايبر ماركت او السوبر ماركت او اي مكان، لو انت جايباه من انضف مكان، لو سوء استخدام ما كانش هيبقى فيها زباله من جوه بالمنظر ده زي اللي انا طلعتها ولسه هطلع منها كمان. ده لو انا ما رميتهاش يعني. انا بيني وبينكم عقلي بياتي وياتي، ارميها لا ما ارميهاش مش عارفه. نصيحه لوجه الله ما تشتريش النوع ده من البسله نهائي. واتمنى صاحب الشركه ده يعني صاحب الشركه يشوف الفيديو او يوصل له الفيديو عشان اقول له اتقي الله، اتقي الله في الحاجه اللي انت بتاكلها لاهل بلدك. والله يا جماعه التصدير بيطلع ما فيهوش غلطه. انا اعرف ناس شغاله في شغل تصدير الفواكه والخضروات والحاجات دي، ما بيبقاش الشغل فيه غلطه، بل بالعكس في ناس بتتعاقب على الناس ساعات بيفلت منها حاجات غصب عنها. احنا ليه ما ناكلش حاجه بالجوده دي؟ احنا ليه ما احنا كده كده بندفع، ليه ما ناكلش حاجه بالجوده الحلوه دي؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. وانا يعني انا مش عارفه اقول ايه. بس هي نصيحتي لوجه الله ليكم يا جماعه، حاولوا ان انتوا تفرزوا الخضار، ولو اضطريتي هاتي نوع كويس جدا. وانا دلوقتي عايزه اقول لكم والله انا خايفه اعملها، والله العظيم انا خايفه اعملها. انا دلوقتي الحل الوحيد ان انا عشان اطمن، انا مش على صحة ولادك. ولو اضطريتي ان انت تجيبي حاجة زي دي يا ريت تدوري على نوع كويس جدا. انا عشان مش متعودة اشتري الخضار المتفرز وبفرز كل حاجتي في بيتي، فانا اضطريت دلوقتي ان انا كنت بعمل تورلي ويعني ما كانش عندي بسلة وخلاص انا واقفة عليها، فاضطريت ان انا اجيب الكيس ده. وصراحة ندمت قوي ان انا جبته، واستحالة اسيب بيتي من غير يعني من غير تفريز لكل الخضروات. نصيحة مني لوجه الله، حاولي يا تجيبي نوع كويس جدا ويكون حلو قوي وموثوق فيه وفي ناس مجرباه، او ان انتي تفرزي الخضار بتاعك في بيتك في الموسم بتاعه. آه مش عارفه اقول لكم ايه والله، غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ذو سلطه، او كل واحد بيعمل حاجه زي دي وما بيتقيش ربنا فيها، وما بيتقيش ربنا في الناس اللي بتشتريها وبتتعب في كل جنيه. احنا مش بنلاقي الفلوس في الارض، احنا مش بنلاقي الفلوس في الارض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.